السلام عليكم. النهارده بقى هعمل معاكم ملوخية، وازاي يبقى فيها عرق كده، وازاي تطلع معاكم في منتهى الجمال والطشة بتاعتها تبقى مظبوطة. وهقول لكم كمان طريقة تخزين ليها جميلة جدا. اول حاجة هحتاج كده كوبايتين من المرقة، مرقة لحمة او مرقة فراخ او مرقة دجاج عادية، تحطوها في مية وتدوبوها. بعد كده هنزل عليهم بالملوخية بتاعتي، ده ربع كيلو من الملوخية. انا الملوخية عندي هنا كنت عاملاها في البيت، بقطفها كده وبسيب عروق فيها، مش بقطع الورق بس، بسيب عرق كده فيها شوية. وبعد كده بخرطها تخريط ناعم ومخطها بكوباية مية ساقعة، تكون تلج او تكون مرقة ساقعة، وتمخطوها وتخزنوها في الفريزر. ودي طريقة تخزين الملوخية. الملوخية معايا كانت كده جاهزة، بتسيبوها شوية على النار، هي تبان معاكوا خفيفة، بتسيبوها شوية على النار، اول ما تسخن بتتقل معاكوا وبتبقى جميلة جدا. بعد كده جبت حوالي 7 فصوص توم، فرمتهم كده فرم ناعم، دقيتهم بالهون، بحب ادقهم في الهون بيطلع ريحة كده حلوة للتوم. بعد كده جبت الطشاشة بتاعتي، حطيت فيها كده مكعبين من الزبدة، ونزلت عليهم بكمية التوم اللي عندي ومعلقة هرمية كده من الكزبرة الناشفة، وجيت قلبتهم كده بالطريقة دي لغاية ما يوصلوا معايا باللون الدهبي اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي. الملوخية طبعا سايباها على نار هادية جدا، ما ينفعش ليها تغلي معايا خالص. اول بقى ما الطشة خلصت معايا، قمت حطيتها على طول على الملوخية، وقلبتها كده وسبتها تاخد غلوة كمان على النار. ما تغليش يعني تقلب معاكو، لا يا دوبك تطلع فقاقيع من الجنب. بصوا تقلت معايا ازاي، كانت باينة خفيفة في اول الفيديو. كده بقت جاهزة معايا، قدمتها مع عيش بلدي والعرق بتاعها بصوا في منتهى الجمال. اكلتها بقى مع عيش بلدي وطماطم كده وفلفل، ويا بقى لو في مخلل بقى بتنجان، بتبقى في منتهى الجمال. وكده بقى معايا وصفة الملوخية خلصت، واجيلكم المرة الجاية بوصفات ان شاء الله جديدة. انا باكلها طبعا بودن القطة، واللي احنا متعودين عليها بعملها كده بالعيش البلدي زي ما انتوا شايفين كده بالطريقة ديت، وباكلها وبألف هنا يا رب عليكم وعلى قلوبكم. وزي ما احنا متعودين كل المكونات هكتبها لكم تحت في الديسكريبشن بوكس. وان شاء الله اجيلكم فيديوهات تانية جديدة ووصفات تانية تكون سهلة وتكون تقليدية. اشوفكم المرة الجاية على خير وبألف هنا يا رب.